كمال ما بقاش غير متفرج، ما خرجش باش يخرب، ما خرجش باش يحرق، ما خرجش باش يزرع الفوضى، خرج لانه كان تيحلم بمغرب احسن. التغيير السلمي حق مشروع، وان الاحتجاج السلمي وسيله حضاريه باش الناس توصل صوتها. بغاو يعرفوا نتائج التحقيقات، بغاو يعرفوا شكون كان مسؤول على الاحداث اللي سبقات الوفاه ديال كمال العماري. ما كاين لا انصاف لا مصالحه بلا معرفه الحقيقه كامله. خرج شباب كيطالب بمستشفى وجامعه وفرص شغل وكرامه، فوجد راسو خلف قضبان السجن محكوم عليه باحكام ثقيله من اجل مطالبته بتنميه الريف ومواجهه الفساد اللي قبر العديد من المشاريع التنمويه بالمنطقه. قبل ما تطلبوا منا نشاركوا في اللعبه السياسيه، خصنا اولا نقتنعوا بان هذه اللعبه قادره فعلا تبدل الواقع اللي خرجنا نحتجوا عليه. انا ما باغيش نكون شاهد زور على واقع فاسد. بالنسبه لاصحاب هذا الموقف، المقاطعه ماشي سلبيه، بل هي تعبير احتجاجي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة جديدة من برنامج مساحة وضوح، نلتقي فيها إن شاء الله عز وجل حول موضوع الشباب والتغيير، لنقف عند 3 محاور أساسية. المحور الأول مرتبط بحدث ذكرى الشهيد كمال العماري، قصة شهيد وقضية مجتمع. المحور الثاني مرتبط بتسجيل في اللوائح الانتخابية ووهم التغيير من الداخل. ونخلص إلى محور ثالث، الشباب والتغيير مع العمل. وعلى بركة الله ننطلق إلى المحور الأول، الشهيد كمال العماري رحمة الله عليه. في هذه الحلقة نريد أن نقف عند حدث مهم، وهو ذكرى كمال العماري. نروي حكاية ونذكر برواية لنخلص لرمزية الشهيد على المستوى الحقوقي ورمزيته على المستوى السياسي. كانت بداية حكاية من ولادتي سنة 1981 بآسفي. الشاب كمال العماري نشأ نشأة إسلامية، ونعده من 7 الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله، ترعرع هو ويحب الله سبحانه وتعالى ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص على رضا الله وعلى الآخرة. كما كان شاب مؤمن محافظ على صلاته، متعلق بالمسجد، مرتبط بالقرآن، كي آمن أن الدين ماشي غير عبادة، ولكن مسؤولية أمام الله ثم اتجاه الناس والمجتمع. كان مقتنع أن المؤمن الحقيقي خاصو يكون مع المظلوم ومع الفقير ومع قضايا الناس. ما كانش كيشوف الدين مجرد علاقة فردية مع الله، ولكن رسالة إصلاح وخدمة للمجتمع. لكن حرصه على دينه وعلى آخرته ما جعلوش يغفل أن يهتم بمصير أمته والمجتمع، بل سعى باش يحقق العدل والكرامة. وهكذا انخرط في صفوف شبيبة العدل والإحسان، وكانت ليه بصمته في الثانوية ديالو كما كانت ليه بصمته في الجامعة. ولما جاء الربيع العربي وجد راسو ضمن الشباب اللي تأملوا خير في الربيع العربي باش يتحقق تغيير سلمي، يتحقق العدل والكرامة والعدالة الاجتماعية في المجتمع. هكذا شاهدنا خروجه في المسيرات 20 فبراير وحملوا شعاراتها وتبني مواقفها بأشكال سلمية وحضارية بدون فوضى
ودون تخريب لمدة شهور، مما أظهر وعي ونضج الشباب المغربي وإصراره على تحقيق التغيير باش يضمنوا مستقبل مشرق للأجيال اللي جاية. وبالتالي ما كانش كمال ضحية للإسلام الرسمي اللي جعل الدين وسيلة للتنويم الناس وتخديرهم عن المطالبة بحقوقهم والاهتمام ببلادهم وشعبهم المفقر المجهل. أي ما كانش ضحية الإسلام الرسمي اللي تيدج الناس ويعلمهم يهتموا بنفوسهم ويرضوا بالواقع وعليهم السمع والطاعة للحاكم. كما ما كانش ذلك المناضل اللي تيتحرك كالشمعة باش يضوي للناس، ولكن خاسر علاقته مع الله سبحانه وتعالى وخاسر آخرته اللي فيها الخلود ديالو. كان سلوكه متزن كما بغى الله سبحانه وتعالى. كمال كان طالب مجتهد، قرأ الفيزياء في الجامعة وعاش بحال آلاف الشباب معاناة الدراسة والبحث عن المستقبل. ومن بعد ما تخرج عرف شنو كتعني البطالة وشنو كيعني الشباب يبقى كيقلب على فرصة باش يعيش بكرامة. خدم في عدة أعمال بسيطة، من دروس الدعم إلى التجارة إلى الحراسة في البناء باش يعاون راسو وعائلته. بطبيعة الحال كل هذه المهن ما عندهاش علاقة بالتخصص ديالو ولا بالشواهد اللي تحصل عليها، شأنه شأن عموم الشباب المغربي وهو الموجد في الفيزياء. كان كيشوف بعينيه معاناة الشباب وكيشوف الإحباط اللي ولا كياكل أحلام جيل كامل. وملي وصلت سنة 2011 كان المغرب كيعيش واحد اللحظة استثنائية. الشباب في عدد من البلدان العربية خرجوا كيطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بعد ما عانوا من الفساد والاستبداد. وحتى في المغرب خرجت حركة 20 فبراير، الحركة الشبابية اللي جمعت شباب من اتجاهات مختلفة إسلامية ويسارية ومستقلة حول مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد والاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة. في ذاك الوقت كمال ما بقاش غير متفرج، خرج مع الشباب. ما خرجش باش يخرب، ما خرجش باش يحرق، ما خرجش باش يزرع الفوضى، خرج لأنه كان تيحلم بمغرب أحسن، مغرب تيضمن الكرامة للشباب، مغرب تيحارب الفساد، مغرب تيعطي فرص للشغل، مغرب يكون فيه القضاء مستقل، مغرب يحترم حقوق الإنسان، مغرب تجتمع فيه المسؤولية مع المحاسبة، مغرب فيه فصل السلطات وفصل السلطة عن الثروة. كان مؤمن أن التغيير السلمي حق مشروع، وأن الاحتجاج السلمي وسيلة حضارية باش الناس توصل صوتها. لكن نهار 29 ماي 2011 غيقلب حياة كمال كاملة. في ذاك النهار خرجت مسيرة ديال حركة 20 فبراير بمدينة آسفي وتواجهات بالقمع، وكما روى عدد من الشهود وفي مقدمتهم الوالد ديالو تيحكي بألم اش حكى لي ولدو أنه تعرض كمال لاعتداء عنيف وسط الشارع، وأن مجموعة من عناصر القوات العمومية حاصروه، وأن عددا منهم ما يقارب من 8 نهالوا عليه بالهراوات والضرب بشكل وحشي أمام المارة وهو رجل سلمي. الضرب كان مركز على مختلف أنحاء الجسد ديالو، وسقط أرضا وهو يتلقى الضرب وسط حالة من الصدمة والذهول عند الحاضرين، وما رحموش وخا المسيرة تشتات وتفرقات. حكاية الابن لأبيه داك الشيء اللي جرى ليه جعل الأب يطالب حق ابنه ورفض يتاجر في دم ولده رغم الإغراءات والتهديدات، ولا زال إلى اليوم يطالب حق ولده اللي تغدر به ولو بعد مرور 15 سنة. كبر عمره وتقلاتو الأمراض لكن ما يأسش ولا استسلم ولا ساوم، وظل استشهاد كمال موضوع يختزل مطالب الحركة الحقوقية بكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات. كمال استشهاده أصبح رمز وفاء للحركة الاحتجاجية ومطالبها. رجع كمال للدار وهو كيألم جسده كامل
الأيام اللي من بعد كانت صعبة، الآلام تزداد، الحالة الصحية تدهورات، والعائلة كتعيش القلق والخوف. حتى جا داك النهار 2 يونيو 2011، النهار اللي غادي يعلن فيه خبر وفاة كمال العماري، وهو مازال باقي شاب في عمره 30 سنة. 30 عام كمال يفرق الحياة، كمال شهيد ينضاف لقوافل شهداء المغرب، لقوافل شهداء 20 فبراير، لقوافل شهداء شبيبة العدل والإحسان، أحمد أزوغار، فخيش عبد الجليل، كلهم سقطوا في التظاهرات على يد القمع السلطات. نترحموا عليهم جميعا في هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول ليهم إن شاء الله. لكن من بعد رحيل كمال جسما بقى حي في قلوب الناس، وتحول لقضية مجتمعية، قضية حقوقية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا. ولات القضية ديالو أكبر من قضية شخص واحد، ولات قضية الحقيقة، قضية العدالة، قضية الكرامة. ولات كطرح سؤال كبير مازال مطروح حتى اليوم: إذا كان شاب مسالم خرج يحتج سلميا ويحلم بمغرب أفضل، كيفاش وصلت القصة أنها تسالي بهذا الشكل؟ ومن هنا غادي تبدا المرحلة الثانية من الحكاية، ماشي قصة كمال الإنسان فقط كقضية حقوقية، مازال كطالب بالحقيقة والإنصاف وجبر الضرر إلى اليوم. هنا بداية حكاية أخرى، حكاية أكبر من كمال، حكاية ولات قضية حقوق وطنية بقات تطرح أسئلة كبرى على المغرب كامل. بعد الوفاة ديالو العائلة والصحاب والحقوقيين ما خرجوش تيطالبوا بالانتقام، ما خرجوش تيطالبوا بالثأر. كان عندهم 3 مطالب واضحة وبسيطة: الحقيقة، الإنصاف، جبر الضرر. بغاو يعرفوا شنو وقع بالضبط، كيفاش شاب خرج يحتج سلميا سالات حياته بهذه الطريقة، شنو وقع نهار 29 ماي، شكون المسؤول، شكون خاصو يتحاسب. أسئلة باينة بسيطة، ولكن في الحقيقة كتهم المجتمع كامل، حيث ملي كتكون القضية مرتبطة بالحق في الحياة وبسلامة المواطن وبالحق في الاحتجاج السلمي، الموضوع ما كيبقاش غير قضية عائلة، كيولي قضية وطن. ومن هنا تأسست جمعية عائلة وأصدقاء شهيد كمال العماري، وبدات معركة طويلة من أجل الحقيقة، سنين وهي كتدير الوقفات والندوات واللقاءات، سنين ونفس الأسئلة كتعاود تطرح: فين هي الحقيقة، فين هو الإنصاف، فين هي العدالة. لكن مع مرور الوقت ولات القضية كمال كتكتسب معنى أكبر، حيت جات في واحد المرحلة كان المغرب كيهضر فيها بزاف على طي صفحة سنوات الرصاص، كان كيهضر على العدالة الانتقالية، على المصالحة، على هيئة الإنصاف والمصالحة. هذه الهيئة اللي بنات التصور ديالها في مناظرات خدات أيام، وكانت العدل والإحسان من المشاركين فيها، بنات تصورها على 4 أسس كبرى: كشف الحقيقة، جبر الضرر، رد الاعتبار، وضمان عدم التكرار. أول حاجة كانوا كيطالبوا بها أصدقاء الشهيد بالحقيقة كاملة، بغاو يعرفوا شنو وقع بالضبط، بغاو يطلعوا على جميع الوثائق والتقارير المرتبطة بالملف، بغاو يعرفوا نتائج التحقيقات، بغاو يعرفوا شكون كان مسؤول على الأحداث اللي سبقت الوفاة ديال كمال العماري. حيث بالنسبة لهم ما كاين لا إنصاف لا مصالحة بلا معرفة الحقيقة كاملة. أما المطلب الثاني فهو الإنصاف والعدالة، حيث القضية ماشي غير نعرفوا شنو وقع ونسكتوا، القضية هي تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها. لهذا كانت الوقفات السنوية كتأكد دائما على أن العدالة لكمال العماري ماشي مطلب شخصي، ولكن جزء من الدفاع على الحق في الاحتجاج السلمي، وعلى حق أي مواطن يعبر على رأيه بلا خوف وبلا ما يتعرض للأذى. أما المطلب الثالث فهو جبر الضرر ورد الاعتبار. العائلة كتقول بأن الضرر اللي وقع ماشي غير مادي، كاين الألم النفسي، كاين الفقدان، كاين سنوات من المعاناة والانتظار. ولهذا في جبر الضرر بالنسبة لهم ماشي غير تعويض مالي،
جبر الضرر هو الاعتراف بما وقع، هو رد الاعتبار لكمال، هو حفظ الذاكره ديالو، هو الاعتراف بحقوق العائله اللي عاشت هذه المأساة. لهذا يمكن نختصروا جميع هذه المطالب في جوج كلمات كبار: الحقيقه والعداله، باش ما يتعاودش نفس الشيء مره اخرى. وهنا بالضبط كتكبر دلاله قضيه كمال العماري، حيث ما يبقاش غير قضيه عائله كتقلب على ولدها، ولات قضيه حركه حقوقيه كامله كتقول ما يمكنش نبنيو المستقبل بلا حقيقه، ما يمكنش تكون مصالحه بلا انصاف، ما يمكنش يكون احترام لحقوق الانسان الا ما كانش ضمان حقيقي بان هذه المآسي ما غاداش تعاود. ولهذا بقات جمعيه عائلات واصدقاء الشهيد كمال العماري كتنظم كل عام وقفات وندوات باش تذكر الناس بان الملف بالنسبه لهم مازال ما تسدش، وان العداله اللي كيقلبوا عليها مازال ما تحققاتش، رغم ان المجلس الوطني لحقوق الانسان سبق واكد وجود اعتداء تعرض ليه كمال العماري قبل وفاته. لكن رغم مرور السنوات مازال الملف حاضر في النقاش الحقوقي والسياسي. لكن القضاء والسلطات كان لهم راي مخيب ومخالف لطلبات الحركه الحقوقيه. اذا كانت قضيه كمال العماري ما زالت مطروحه بعد اكثر من عقد من الزمان، فشنو وقع مع المطالب اللي خرجت من اجلها حركه 20 فبراير واللي استشهد من اجلها كمال العماري؟ واش تحققت ولا تنسات؟ ولا مازال نفس القضايا ديال الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه حاضره اليوم باسماء جديده واجيال جديده؟ هادشي هو اللي غادي نمشي ونتكلموا فيه دابا. واش توقفات انتهاكات الجسيمه؟ واش توقف الاحتجاج؟ من بعد استشهاد كمال العماري كاين واحد الامل عند بزاف ديال المغاربه، الامل بان هذه المأساة تكون اخر المأساة، وان الدم ديال كمال ما يضيعش، وان التضحيات ديال حركه 20 فبراير تفتح صفحه جديده في المغرب، صفحه فيها حريه اكثر، كرامه اكثر، عداله اكثر، حقوق اكثر. لكن السؤال اللي كيطرح اليوم من اكثر من 15 عام، واش فعلا توقفت الانتهاكات؟ واش فعلا توقفت الاحتجاجات؟ الجواب كيبان في واقع البلاد. حيت الا كان المطالب ديال 20 فبراير تحققات كامله ما كانش غادي يخرجوا احتجاجات جديده ولا تسقط ارواح جديده، وما كانش غادي يرجع الشباب مره اخرى للشارع. حركه 20 فبراير ما خرجاتش من اجل المزايدات السياسيه، خرجات على مطالب واضحه: الحريه، الكرامه، العداله الاجتماعيه، محاربه الفساد والاستبداد، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، قضاء مستقل ومؤسسات قويه تعبر على اراده المواطنين. هذه المطالب كانت في 2011، ولكن من بعد سنوات رجعات نفس المطالب وباسماء اخرى. جاء مقتل الشاب محسن فكري اللي طحناته شاحنه نقل نفايات، وهو كيحاول يعتق السمك ديالو اللي حط فيه فلوسه ولاحتوا ليه السلطه في شاحنه النفايات. محسن فكري قصه اخرى والم اخر تحتاج لروايه. كلمه طحن تحولت لكلمه سر تثبت في اندلاع احتجاجات شباب الريف اللي دامت شهور بطرق سلميه وانتهت بشكل مأساوي غلبت فيه المقاربه الامنيه على الحوار والاستجابه للمطالب اللي قر الجميع بمعقوليتها. خرج الشباب كيطالب بمستشفى وجامعه وفرص شغل وكرامه، فوجد راسو خلف قضبان السجن محكوم عليه باحكام ثقيله من اجل مطالبته بتنميه الريف ومواجهه الفساد اللي قبر العديد من المشاريع التنمويه بالمنطقه. وبهذه المناسبه نعلن عن تضامننا مع الزفسافي السيده زليخه المكلومه على ولدها، وندين التنمر والتشهير اللي تعرضت ليه وكيتعرضوا ليه الاحرار في هذه البلاد من طرف ذباب الكتروني وذباب واقعي هويته مناصره الصهيونيه والارهاب والوقوع في مستنقع نهج اعراض الناس. ومن بعد الريف جاو احتجاجات اخرى، احتجاجات شباب جراده ومناطق مختلفه، واحتجاجات فئويه ديال الاطباء والاساتذه، وكل مره كاين يرجع نفس الصوت، صوت الكرامه، صوت العداله الاجتماعيه، صوت الشباب اللي حس بان المستقبل ديالو مسدود.
وحتى جيل زيد اللي ما عاش 20 فبراير عبر بطرق مختلفة، جيل المنصات الرقمية، جيل الشبكات الاجتماعية، جيل زاد من بعد سنوات الرصاص ومن بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن رغم ذلك هضر على نفس القضايا: إصلاح التعليم والصحة وتحسين الوضعية الاجتماعية، في حراك سلمي مفاجئ لكن بأدوات ووسائل جديدة، دام أيام قبل ما توقع أحداث عنف غريبة على سلوك شباب المغرب ومخالفة لمواقف جيل زيد من المعلنة، مما يطرح أكثر من سؤال. وذهب ضحيتها للأسف معتقلون في الزنازين، فيهم كثير من الأبرياء وشهداء لازال تضارب في الروايات حول سبب وفاتهم، مما يجعل روايات السلطة لا تستقيم مع شهادات وفيديوهات تبرئ بعض الضحايا. وهكذا تعاملت السلطة مع هذه الاحتجاجات على 3 المراحل: الأولى اعتراف بها ومحاولة الحوار معها، والثانية محاولة استيعاب مطالبها من خلال خطاب سياسي وانتخابي، والثالثة محاولة بالضبط الأمني والقانوني. هذا الضبط الأمني والقانوني محتاج إلى مبررات. واش هذه المبررات كانت نتيجة انفلات وتهور ديال الشباب، أم كان جزء منها انفتعال من جهات معينة؟ الحصيلة عندنا وقائع استشهاد ثابتة وتتكرر نفس المطالب الحقوقية: ضرورة الحقيقة وضرورة الإنصاف وضرورة جبر الضرر. وهناك تبان واحد الحقيقة مهمة: ممكن الأجيال تبدلات لكن القضايا الكبرى ما تبدلاتش. وهذا هو المعنى العميق اللي كيعطيه المناضلون لقضية كمال العماري. واش المغرب قدر فعلا يقطع مع منطق الانتهاكات الجسيمة؟ ولهذا كيبقى السؤال مفتوح: إذا كان كمال العماري قد استشهد وهو كيحلم بمغرب أفضل، فواش هذا الحلم ضاع؟ لا، ما ضاعش. هناك وفاة لاستشهاد كمال العماري بأن القضايا اللي استشهد من أجلها لم تمت، بل يحملها جيل من بعد جيل، حملها شباب الريف وجرادة وجيل زيد وغيرهم. وكمال صبح يرمز لكل الشهداء اللي تم التعتيم على حقيقة استشهادهم: شهداء 20 فبراير وشهداء زيد ومحسن فكري، وكل من دخل مخافر الشرطة وخرج دخل على رجليه وخرج محمول على النعش أو طاح من نافذة بنايتها ومات، ويراد أن تموت معه الحقيقة. لكن الحقيقة لن تموت إذا اقتضت المرحلة من تاريخ المغرب تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية. فمغرب اليوم في أمس الحاجة لمثل هذه الخطوة لتحقيق مصالحة حقيقية وعدالة انتقالية، تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي من شباب الريف وجيل زيد والمدونين قسطيس والعالمي والنقيب زيان، والتوج بتحقيق مطالب الحركة الحقوقية في ملفات الانتهاكات الجسيمة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف وجبر الضرر. انتقلوا للمحور الثاني اللي هو التسجيل في اللوائح الانتخابية ووهم التغيير من الداخل. في الحقيقة من بعد ما برز حراك جيل زيد لقات الدولة والأحزاب راسها قدام واقع جديد ما كانش متعودة عليه، قدام جيل جديد ما كيتحركش عبر القنوات التقليدية، ماشي عبر الأحزاب، ماشي عبر النقابات، وحتى الجمعيات ما بقاتش هي الفضاء الرئيسي ديالو. هذا الجيل اختار فضاءات أخرى، اختار المنصات الرقمية، اختار السوشيال ميديا، اختار اللايفات والفيديوهات القصيرة والتعبئة الإلكترونية. ومن هذه الفضاءات بدا كيعبر على مطالبه وهمومه، ماشي مطالب إيديولوجية كبيرة ولكن مطالب مرتبطة بالحياة اليومية ديالو: الصحة، التعليم، البطالة، الغلاء، العدالة الاجتماعية والكرامة. وهنا بدا الإحراج الحقيقي بالنسبة للأحزاب السياسية التقليدية، وحيث في النظرية الأحزاب هي اللي خاصها تكون الوسيط بين المجتمع والدولة، وهي اللي خاصها تسمع للمواطنين وتنقل مطالبهم للمؤسسات. لكن من اللي لقى الشباب الأحزاب تقاعسات عن دورها في الدفاع عن مطالب الشعب والتعبير عن همومه، ولقى راسو كيهضر مباشرة في السوشيال ميديا بلا حاجة لوسيط. وبدا السؤال الكبير: واش الأحزاب مازال عندها دور فعلي وسط المجتمع؟ ومن هنا شفنا واحد الخطاب جديد
بدا كيتروج بقوة من طرف المخزن وسماسرة الانتخابات. خطاب كيقول للشباب ما تبقاوش غير تحتجوا، دخلوا للمؤسسات، سجلوا ريوسكم في اللوائح الانتخابية، شاركوا في الانتخابات، ترشحوا ودخلوا للبرلمان والجماعات الترابية باش تبدلوا من الداخل. ولا دخلتوا غتنافسوا المفسدين وغادي تصلحوا الصحة والتعليم. وفي هذا السياق جاو التعديلات الانتخابية الجديدة اللي تقدموا على أنها موجهة للشباب. سمعنا على تغطية قد توصل ل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية للشباب للعمر ديالو أقل من 35 سنة. وسمعنا على دعم مالي مهم لبعض اللوائح الشبابية. وسمعنا على تسهيلات للترشيح المستقل باش ما يبقاش الشباب مضطر يدوز بالضرورة عبر الأحزاب التقليدية. من حيث المبدأ هذا الشيء كامل كيبان إيجابي، ولكن هنا كتبان المفارقة، حيث في نفس الوقت اللي كانت فيه الدولة والأحزاب كيهضروا على إدماج الشباب، كانت الثقة بين الشباب والمؤسسات السياسية كتعيش أزمة حقيقية. اليوم نسبة كبيرة من الشباب ما عندهاش ثقة في الأحزاب والمؤسسات، وكثير منهم كيشوفوا بأن الأحزاب التقليدية ما بقاش كتعبر على همومهم الحقيقية. وزيد على هذا الشيء فئة الشباب مازال حضورها ضعيف في اللوائح الانتخابية مقارنة بالفئات العمرية الأكبر. يعني حتى قبل ما نهضروا على التصويت كاين مشكل في التسجيل أصلا. وزيد عليها أن الأحزاب نفسها مازال كيعاني جزء كبير منها من نفس الوجوه ونفس النخب ونفس طرق التدبير اللي ولات كتخلي بزاف ديال الشباب يحسوا بالبعد على هذه المؤسسات. أما بالنسبة للترشح المستقل فهنا كندخلوا لنقطة أخرى مهمة. صحيح كاين كلام على التسهيل، ولكن في الواقع أي شاب بغى يترشح كمستقل خاصو يجمع التوقيعات ديال 200 من المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويوفر فريق قانوني وتنظيمي ويقوم بإجراءات إدارية ولوجستية معقدة، وخاصو إمكانيات بشرية ومادية مهمة. وهنا كيطرح السؤال، واش فعلا شباب يقدر ينافس حزب عنده تنظيم وهيكلة وإمكانيات وأعيان وشبكات انتخابية؟ لهذا كاين عدد من الباحثين اللي كيقولوا بأن الحديث على تسهيل الترشيح شيء، وتحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي شيء آخر. ومن هنا كنلقاو راسنا أمام مفارقة سياسية واضحة. من جهة كاين خطاب رسمي وحزبي كيدعو الشباب للمشاركة والاندماج في العمل المؤسساتي، ومن جهة أخرى كيبقى جزء كبير من الشباب مقتنع بأن أصل المشكل ماشي في غياب الترشح أو التسجيل فقط، ولكن في غياب الثقة، في غياب الإحساس بأن المؤسسات قادرة فعلا تستجيب للمطالب اللي خرج من أجلها الاحتجاج. ولهذا السبب مازال كنشوفوا أن جزءا مهما من الشباب كيلقى راسو أقرب للمقاطعة وفي احتجاجي من المشاركة الانتخابية. وكأن الرسالة اللي كيقولها لهاد الشباب هي قبل ما تطلبوا منا نشاركوا في اللعبة السياسية خاصنا أولا نقتنعوا بأن هذه اللعبة قادرة فعلا تبدل الواقع اللي خرجنا نحتجوا عليه. هذا العزوف هو أحد أسباب فتح لوائح التسجيل من أجل استقطاب الشباب وتوسيع القاعدة الانتخابية. ولأن هذه اللوائح هي عنوان الأزمة السياسية والفشل الانتخابي وغياب المشروعية الشعبية، مزيان نلقيو النظرة على بعض الأرقام والإحصائيات بالاعتماد على المعطيات الرسمية ديال المندوبية السامية للتخطيط وغيرها من المؤسسات الرسمية باش نوقفوا على حقيقة هذا العزوف والهوة السحيقة اللي تتعكس هذا الفشل السياسي. في 2007 المؤهلين للتصويت كان تقريبا 20 مليون 20.5 مليون، اللي تسجلوا في اللوائح الانتخابية 15.5 مليون، يعني نسبة تسجيل 75%. طبعا الحال هذه نسبة كبيرة، لكن الناس اللي انتخبوا النسبة ديال المشاركة في الانتخابات كان 35%، وكانت هي أضعف نسبة. وهنا كاين واحد التناقضات. كيفاش المسجلين في لائحة الانتخابات 75%
والناس اللي جاوا يصوتوا صوت منهم فقط 35%. هذه محتاجه قراءه ومحتاجه عدد من الاسئله. لكن الخلاصه اللي تعنينا احنا في من هذه الارقام هذه هو ان الناس اللي ساهموا في عمليه الانتخاب ما تيتجاوزوش 25% من مجموع الناس اللي عندهم الحق باش يصوتوا، اي ديك 20.5%. في 2011 غنلقاو بان الناس اللي عندهم الحق في التصويت 22 مليون، الناس اللي تسجلات فقط 13.6 مليون، اي بنسبه 62%. لكن اللي ساهموا في الانتخابات 45% من هذيك 62%، 45% من هذيك 62%، اي حنا ما بين 25 و 30% اللي شارك في العمليه الانتخابيه. وهذيك المؤسسات وهذوك المنتخبين ما هم الا تعبير على واحد 25 ولا 30% من المصوتين من الاصوات ديال المغاربه. نفس الشيء اللي غيتحقق كذلك في 2016، 24 مليون غيتسجل منها 15 مليون، 65%. لكن اللي غيصوتوا 43% من هذيك 65، اي نفس العمليه حنا امام 30%، 25 30% و25% من المساهمين في عمليه التصويت. كذلك في 2021 25 مليون، ما بين 25 مليون و5.5 تسجل منها 17.5، لكن اللي صوت فقط 50% من 67%. دائما نفس العمليه. هادشي ما غاديش نتكلموا على الاصوات الملغاة اللي غنلقاو. هاد الاصوات في 2011 13% تشكل من مجموع الاصوات المعبر عنها. هذا الرقم ماشي سهل. في 2016 12%. هذه ما تتعبرش على خلل تقني ولا سوء في عمليه التعبئه، هذه تتعبر على اراده وشكل من اشكال التعبير على الرفض وعدم الرضا بمخرجات هذه العمليه الانتخابيه. وإلا بغينا من خلال هذه الارقام نوقفوا على دلالاتها، نقدروا نتكلموا اولا تتعبر على النسبه ديال العزوف السياسي عند المغاربه. هذه النسبه اللي تتبان من جوج ديال الارقام: من التسجيل في اللوائح الانتخابيه للمعدل ديالها في احسن الاحوال 60% من مجموع المغاربه اللي عندهم الحق في التصويت. وتتبان كذلك، وهاد 60% هي خصنا نفسروها كذلك بان هاد 60% الاغلب ديالها نسبه كبيره فيها من كبار السن، والشباب فيها نسبه ضئيله جدا، ونسبه كبيره فيها من العالم القروي، ونسبه متوسطه من العالم الحضاري. الرقم الثاني المشاركه في الانتخابات، المعدل ديالها في حدود الثلث، والثلث كثير دون احتساب الاصوات الملغاة كما شرنا سابقا. ثانيا الدلاله الثانيه، هذا العزوف هو تعبير عن رفض لمخرجات سياسات مؤسسات ناجمه عن هذه الانتخابات الشكليه وهو الصوريه. ثالثا هذه الاحصائيات تطعن في مشروعيه المؤسسات ديال الدوله، بحيث انها تتفقد المشروعيه الجماهيريه والمشروعيه الشعبيه. ما معنى مؤسسات تيصنعها 8 المليون ديال المغاربه، في حين ان ثلثين ديال المغاربه ل 16 مليون مغربي هم مقاطعون لهذه الانتخابات؟ اذا تتفقدها المصداقيه بصفه كامله. المساله الرابعه، هذه الارقام تتبين فشل الاحزاب في استقطاب وتاطير المجتمع وعيشها على الهامش واقتتاتها من فتات المخزن. طبيعة الحال تنتكلموا على الاحزاب التقليديه اللي تدور في رحى المخزن. دابا كنوصلوا لواحد النقاش مهم بزاف. تسجيل في اللوائح الانتخابيه، كاين سؤال بسيط كيطرحوا بزاف ديال المغاربه:
إذا كانت الدولة عندها البطاقة الوطنية وعندها السجل الوطني وعارفة شكون هو المواطن وعارفة تاريخ الزياد ديالو وعارفة العنوان، علاش ملي كيبلغ 18 عام ما كيوليش تلقائيا ناخب؟ وعلاش خاصو يمشي يسجل راسو في اللوائح الانتخابية؟ الجواب الرسمي كيتركز على عدة اعتبارات. أول حاجة تحديد الدائرة الانتخابية ومكتب التصويت، حيت خاص الدولة تعرف فين غادي يصوت كل مواطن. ثاني حاجة منع التصويت المكرر، يعني باش ما يقدرش شي واحد يصوت أكثر من مرة. ثالث حاجة التنظيم لوجستيكي للعملية الانتخابية من عدد المكاتب، الأوراق، اللوائح الانتخابية. ورابع حاجة وهي ربما الأكثر إثارة للنقاش، أن التسجيل كيعتبر تعبير مسبق على الإرادة السياسية ديال المواطن في المشاركة. ولكن هنا كاين رأي آخر كيقول إذا كانت هذه المبررات كلها تقنية، علاش ما يكونش التسجيل تلقائي؟ خصوصا وأن الدولة دابا عندها قواعد بيانات رقمية متطورة أكثر من أي وقت مضى. وهنا كنلقاو راسنا أمام واحد النقطة مهمة. اللوائح الانتخابية ماشي غير وسيلة تنظيمية، اللوائح الانتخابية حتى هي وحدة من الأدوات اللي كتأثر في نتائج الانتخابات قبل ما يبدأ التصويت أصلا، بحال التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، بحال القاسم الانتخابي، بحال شروط تأسيس الأحزاب والترشح إلى غير ذلك. فالعملية الانتخابية تضبط قبل ما تبدأ عملية ديال التصويت. كيفاش اللوائح الانتخابية تتساهم في هذا العمل هذا؟ هي تتحدد القاعدة المنتخبة كلها، بطبيعة الحال كلها آليات كتحدد قواعد اللعبة السياسية قبل ما تحط أول صوت في الصندوق. ولهذا كيقول بعض الباحثين بأن أول معركة انتخابية ما كتبداش يوم الاقتراع، كتبدا يوم تشكيل الهيئة الناخبة. دابا إلا خرجنا من المغرب وشفنا العالم غادي نلقاو أن الدول ما بقاش كلها خدامة بنفس المنطق. كاين 3 نماذج كبار. النموذج الأول هو التسجيل التلقائي، يعني ملي كيبلغ السن القانوني كيدخل مباشرة للهيئة الناخبة. هذا النموذج خدام في دول بحال السويد، فرنسا، الدنمارك، هولندا وبلجيكا. وكاين نموذج ثاني وسط، التسجيل فيه تلقائي ولكن مع تحيين مستمر للمعطيات والعناوين بحال كندا واستراليا. وكاين نموذج ثالث وهو التسجيل بطلب شخصي، ويعني المواطن هو اللي خاصو يبادر، هو النموذج المغربي. وكاين حتى بعض الولايات الأمريكية وبريطانيا. لكن إلا شفنا الاتجاه العام في الديمقراطيات المتقدمة غادي نلقاو بلي العالم ماشي غادي نحو مطالبة المواطن بالتسجيل، العكس تماما. العالم كيمشي نحو التسجيل التلقائي والتحيين التلقائي للعناوين والربط بين السجل المدني والهيئة الناخبة، وفي بعض الدول حتى التصويت الإلكتروني أو البريدي. الفكرة بسيطة، إذا كانت الدولة عارفة أصلا شكون هو المواطن وعندها الرقم الوطني ديالو والعنوان ديالو والعمر ديالو، فعلاش غادي تطلب منه يثبت هذا الشيء مرة أخرى باش يسجل في الانتخابات؟ وإذا ما بغاش يبقى مسجل هو اللي خاصو يطلب الانسحاب. ويعني بدل ما يكون النظام مبني على سجل راسك إلا بغيتي، ولا مبني على أنت مسجل تلقائيا، وإلا قررتي العكس عندك الحق في ذلك. بطبيعة الحال المسألة ديال التسجيل في اللوائح الانتخابية وهذا الشيء اللي طرحناه بطبيعة الحال هذا سؤال تقني وسؤال في الشكل. لكن المشكل عندنا في المغرب ماشي مشكل تقني، مشكل عندنا في الجوهر، مشكل عندنا سياسي كبير، حيث الجواب عليه كيرتبط مباشرة بمن يشارك في الانتخاب ومن يبقى خارجها، وكيفاش تتشكل الهيئة الناخبة اللي غادي تحدد مستقبل المؤسسات المنتخبة في البلاد. إن كان مشكلنا في المغرب ماشي تقني شكلي بل مشكل جوهري سياسي، مشكل حقيقة إرادة الحاكمين في تطبيق ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب. واش ممكن ننتظروا مبادرة قوية حقيقية تجاوز أعطاب حكومة التناوب والانتقال الديمقراطي اللي ما تمش على أساس دستور صادر عن هيئة منتخبة يتجاوز أعطاب الدستور الممنوح؟ هذا هو السؤال اللي تنطرحوه في آخر هذا المحور، وننتقلوا للمحور الثالث، الشباب والتغيير من العمل.
دابا من بعد ما هضرنا على واقع الاستبداد والفساد وعلى أزمات الثقة في السياسة والانتخابات، كيبقى واحد السؤال كبير كيطرح راسو. إيوا دابا شنو هو الحل؟ شنو خاصنا نديرو؟ واش نستسلموا للواقع؟ واش نقولوا ما كاين ما يدار؟ واش نخليو الإحباط واليأس ياكلنا؟ ولا العكس نواجهوا هذا الواقع ونساهموا في التغيير؟ في الحقيقة كاين عدد من المهام كيبانوا اليوم من أولويات المرحلة. أول مهمة هي التربية. نعم التربية، حيث قبل ما نغيروا الواقع خاصنا نبداو بالإنسان، خاصنا نبداو بالعقل بالقلب بالوعي. في وسط هذا التغول ديال الفساد والاستبداد، وفي وسط الإحباط والتيئيس اللي كيتزرع كل نهار في الشباب، كتولي التربية ضرورية ماشي رفاهية. التربية هي استثمار في الإنسان، خصوصا ملي كتفشل المؤسسات الرسمية في هذه المهمة. التربية كتعطي الإنسان الجواب على الأسئلة الكبرى ديال الحياة. علاش أنا موجود؟ شنو الغاية من وجودي؟ شنو الدور ديالي في هذه الدنيا؟ شنو المعنى ديال الحياة والموت؟ ملي الإنسان كيلقى الأجوبة على هذه الأسئلة كيحقق الأمن الروحي ديالو، كيحقق التوازن النفسي ديالو، تيحدد البوصلة والمقصد ديالو، كيولي عنده بوصلة واضحة في الحياة. ومن بعد هذا الجواب على هذه المعاني السامية كتنعكس على جوارحه وكتنعكس على أخلاقه بعد ما تتنور القلب ديالو وتصفى السريرة ديالو. هنا تنكونوا أمام مواطن صالح في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، في علاقته مع والديه، في علاقته مع الجيران، في علاقته مع المجتمع. ولكن خصنا نوضحوا واحد القضية مهمة: التربية ماشي هروب من الواقع وماشي انتظار سلبي، بالعكس تماما. التربية الحقيقية هي اللي كتدفع الإنسان ينخرط أكثر في المجتمع، هي اللي كتخليه يفهم شنو واقع ويفهم شكون كيتحكم في هذا الواقع ويفهم شنو الدور ديالو فيه، باش ما يبقاش مجرد ضحية أو مفعول به، ولكن كيولي فاعل مؤثر. التربية ماشي الهدف منها تخرج إنسان غاضب فقط ولا إنسان كيعارض من أجل المعارضة. التربية الهدف ديالها تخرج إنسان عنده أثر إيجابي، عنده بصمة، عنده مشروع، كيشارك في بناء المجتمع، كيخدم النهضة ديال البلاد، كيعاون المجتمع يخرجوا من التخلف نحو التقدم، من الضعف نحو القوة، من الفساد نحو الإصلاح. هذه هي المهمة الأولى. أما المهمة الثانية فهي المقاطعة السياسية، والمقصود هنا مقاطعة اللعبة الانتخابية اللي كيشوف جزء من المغاربة أنها ما كتفرزش الحكام الحقيقيين، وإنما كتفرز فقط من يدبرون الشأن العام داخل سقف محدد مسبقا. كيتبنى البعض المقاطعة باعتبارها موقفا سياسيا سلميا، رسالة كتقول أنا ما راضيش على هذه اللعبة، أنا ما مقتنعش بالمخرجات ديالها، أنا ما باغيش نكون شاهد زور على واقع فاسد. بالنسبة لأصحاب هذا الموقف، المقاطعة ماشي سلبية، بل هي تعبير احتجاجي سلمي، وسيلة لرفض تبييض وجه الفساد ورفض إعطاء الشرعية لوضع كيعتبروه غير ديمقراطي. ولكن هنا خاصنا ننتبهوا، مقاطعة الانتخابات ماشي مقاطعة المجتمع. وهنا كنجيو للمهمة الثالثة: الحضور القوي داخل المجتمع. إذا قاطعنا اللعبة السياسية فهذا ماشي معناه نقاطعوا الناس ولا نقاطعوا المجتمع ولا نقاطعوا العمل العام، بالعكس خاصنا نكونوا حاضرين أكثر، فاعلين أكثر، منتجين أكثر في المهنة ديالنا، في المدرسة ديالنا، في المقاولة ديالنا، في الجمعية ديالنا اللي متطوعين فيها، في النقابة، في الأعمال التطوعية بصفة عامة، في المبادرات الاجتماعية، في الدفاع عن الحقوق، في الدفاع عن الناس. خاص الشباب يكون حاضر، مؤثر، مشجع، خدام، ومخلي بصمة إيجابية في المجتمع. حيث التغيير الحقيقي ما كيجيش غير من البرلمان وما كيجيش غير من الانتخابات. التغيير الحقيقي
تيجي من المدرسة، من المجتمع، من الجمعية، من المسجد، من الشارع، من النقابة، من المقاولة، ومن كل فضاء كيعيش فيه الإنسان. ولهذا فالمعادلة اليوم واضحة: تربية بني الإنسان، وموقف سياسي واضح من الفساد والاستبداد، وحضور قوي فاعل داخل المجتمع. هكذا يمكن للشباب يبقى جزء من الحل، وما يتحولش إلى ضحية لليأس والإحباط والتأييس. لأن أخطر ما يريده الفساد من الشباب هو أنه يقنعهم أن لا شيء يمكن أن يتغير. وأول خطوة في التغيير هي أن لا نصدق هذه الكذبة. المهمة الرابعة اللي خاص الشباب يوعى بها واليوم هي مناهضة التطبيع. وباش نكونوا واضحين، مناهضة التطبيع اليوم ما بقاتش غير واجب تضامني مع الفلسطين، ما بقاتش غير موقف أخلاقي تجاه شعب مظلوم. مناهضة التطبيع ولات واجب وطني قبل كل شيء، واجب لحماية المغرب، واجب لحماية هوية المجتمع، واجب لحماية مستقبل الأجيال الصاعدة. حيث اليوم اللي كنشوفوا شنو واقع، كنلقاو ان التطبيع ماشي مجرد اتفاقيات اقتصاديه وسياحيه وامنيه. التطبيع مشروع متكامل، مشروع كيستهدف الهويه، كيستهدف الذاكره، كيستهدف القيم، كيستهدف مستقبل البلاد. ولهذا ربما كلمه تطبيع ما بقاش كافيه باش توصف الواقع، حيث اللي واقع اليوم اقرب للعوده لمغرب عهد الحمايه بشكل جديد. بالامس كانت الحمايه الفرنسيه، واليوم كاين حين المغرب تيدخل في الحمايه الصهيونيه. صهيونيه كتسعى للتغلغل في التعليم، في الاعلام، في الثقافه، في الاقتصاد، في الامن. صهيونيه كتسعى تفرق ابناء الوطن وتزرع الانقسامات وصراعات الهوياتيه، وتضمن ان تبقى خيرات البلاد بعيده عن ابناء البلاد. واليوم كنشوفوا كيفاش ولات قطاعات كامله واراضي وصفقات ومشاريع استراتيجيه مفتوحه امام النفوذ الصهيوني بشكل غير مسبوق. اما المهمه الخامسه فهي بناء جبهه سياسيه وشعبيه واسعه، حيث المشكل الكبير اللي كيعيشه الشعب اليوم هي التشتت. كل جبهه وحدها، كل فئه بوحدها، كل تنظيم بوحده، وكل واحد كيواجه المخاطر بوحده. بينما القوه الحقيقيه كتجي من الوحده، الى توحدات جهود المكونات السياسيه والنقابيه والحقوقيه والجمعويه، الى توحدات الشخصيات الوطنيه الصادقه، الى تغلبات المصلحه العليا ديال الشعب على المحسابات الضيقه. غادي تبدل ميزان القوه، وغادي يولي المجتمع صاغبة اقوى وقدره اكبر على التاثير. السؤال اليوم ماشي كاين اختلافات واش كاين اختلافات بين المكونات. السؤال هو واش مصلحه الشعب فوق كل اعتبار، ولا الحسابات الحزبيه والشخصيه غادي تبقى اقوى من مصلحه الوطن. اما المهمه السادسه والاخيره فهي قواعد وضوابط. اولاها السلميه ماشي ضعف، السلميه قوه. والاحتجاج السلمي بكل اشكاله المشروعه ضروري للتعبير على الرفض وعدم الرضا، ضروري لفتح الفساد، ضروري للدفاع عن الحقوق، ضروري باش يبقى المجتمع حي. لكن بالمقابل خاص الحذر من العنف كيهدم وما كيبنيش، كيضر بصاحبه قبل ما يضر بغيره، كيعطي المبررات للبطش والقمع. اما السلميه فهي كتخلي صاحب الحق قوي اخلاقيا وسياسيا. والتاريخ القريب ديال المغرب كيعلمنا ان بزاف ديال التحولات ما جاتش من داخل المؤسسات، جات بضغط المجتمع، جات بضغط الشارع. دستور 2011 رغم كل الملاحظات عليه ما جاش من المؤسسات بوحدها، جا نتيجه حراك شعبي. حتى الهوامش اللي كاينه اليوم في مجال الحقوق والحريات ما هبطاتش من الفوق، وراها رجال ونساء ضحوا وناضلوا وصبروا. ولهذا في العمل السلمي خارج الحاضره الرسميه عنده تاثير مباشر وغير مباشر، ولو حاول البعض اقناع الناس بالعكس. واخيرا خاص الشباب يعرفوا بان التغيير الجذري والسلمي ما كيوقعش بين ليله وضحاها. التغيير محتاج مرونه، محتاج طول نفس. المرونه باش الانسان يعرف ما يتعامل مع الواقع بحكمه، بلا تهور، بلا يأس، بلا استسلام. لان معارك التغيير الحقيقيه هي معارك اجيال، كتحتاج صبر، مثابره، استمراريه. اما النتائج الكبيره فما كتجيش بسرعه. وفي الاخير يبقى الشباب هو الرهان الاكبر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، حيث الشباب هو المستقبل، هو الطاقه، هو الحيويه، هو الابداع، هو القدره على العطاء. يبقى الامل قائم، ويبقى المستقبل مفتوح،
ويبقى التغيير ممكن مادام كاين شباب واعي مؤمن صابر ومستعد يخدم بلاده ويضحي من أجلها. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.